160 شهيدا و175 جريحا في عملية إرهابية آثمة استهدفت المواطنين الأبرياء العزل في ناحية تزاخرمات جنوبي مدينة كركوك. عشرات المنازل دمرت لتكون المنطقة منكوبة بالكامل. مشهد مأساوي تكرر في العديد من المناطق التركمانية. فهل نسينا ما حدث في ناحية آبرل التركمانية عام 2007 عندما وقع انفجار مماثل أودى بحياة أكثر من 200 شخص؟ أم ننسى ما وقع في تل عفر وتزخرمات وطاووق وقرتبة وغيرها من المواقع التي تعرضت لهجمات وحشية مماثلة لدوافع لا نعرف عنها شيئا؟ المشاهد لا تحتاج إلى تعليق، فالخراب والدمار والعنف والمأساة حلت بهذه المنطقة الصغيرة لتكون فاجعة تضاف إلى فواجع التركمان في العراق. أكثر من 150 منزلا استوى مع الأرض لتمحى آثار الحياة هنا تماما. المسؤولون التركمان من جميع مناطق تركمانيا هرعوا إلى موقع الحادث منددين بالحادث وواصفين إياه بالجريمة الشنيعة التي تستهدف الوجود البشري. بيانات استنكار شديدة اللهجة أصدرتها المؤسسات والحركات السياسية التركمانية ومنظمات المجتمع المدني التي وصفت الانفجار بالجريمة المنظمة لمحو وجود التركمان في هذه المناطق. الجبهة التركمانية العراقية أعلنت الحداد لمدة 3 أيام تضامنا مع ذوي ضحايا الانفجار. رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب سعد الدين أرجج كان أول الواصلين إلى موقع الحادث ليتطلع شخصيا على عمليات الإجلاء وانتشال الجثث. أرجج ناشد الحكومة العراقية بحماية المناطق التركمانية منددا بلهجة شديدة بالتفجير الإرهابي. كما ندد بالتفجير الناطق الرسمي باسم الجبهة التركمانية العراقية علي هاشم مختار واصفا الحادث بالجريمة النكراء. كما استنكر الجريمة رئيس مؤسسة المجتمع المدني التركماني قاسم قزانچ وممثل الجبهة